تريد توصل لإيه، والصوت محتاج لصورة ترسم بكرة الجديد، وناس تعيش أحلام وضمير جوه الكلام، وحق عمره مدام وصدق في المواعيد. الكلمة الآن لسيادة المستشار محمد بدير. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي اني اشكر القائمين على امر هذه الليله الجميله، الاستاذ احمد أدري والاستاذ محمود وحضراتكم جميعا، لان من غير وجودكم كنا هنكلم مين وهنقول ايه. وجود حضراتكم واهتمامكم بالعمل الشعبي والثقافي هو اللي بيدي الباور والدفع عشان احنا نقدر نكمل ونقدر نلتقي ونعبر عن كل المناسبات اللي تهم الوطن العزيز. واسمحوا لي ايضا اني ارحب بضيوف المنصه الكرام، سياده اللواء ياسر وسياده اللواء عفيفي كامل، اساتذه العمل الامني العظام. واللواء عفيفي كامل الحقيقه نعرفه بقالنا مده كبيره. فتره نيابته في البرلمان كان من اقوى وافضل النواب اللي متلاحمين مع الناس مباشره، وكان لا يألو جهدا في تقديم الخدمات لكل الناس. النهارده احنا جايين النهارده عشان نتكلم في 30 يونيو، والحديث في 30 يونيو حديث ذو شجون، لانه طبعا احنا صنعنا ده بايدينا وبايديكم وبايدين الجماهير كلها، صنعت ده. فالشعب هو المعلم وهو القائد وهو البطل، ثم تأتي بعد ذلك القيادات مهما على شأنها تأتي بعد حضراتكم وبعد الشعب نفسه اللي صنع الحدث. ومن هذا المنطلق أنا بقول لحضراتكم 30 يونيو كانت تصحيح مسار لحدث أجل وأكبر هو 25 يناير، وزي ما الدستور المصري سماها هي ثورة 25 يناير، ثم أسمى أيضا ثورة 30 يونيو، فهما ثورتان، إحداهما لهدم نظام مرفوض من الشعب، والأخرى لتصحيح مسار هذا الشعب. كل الاحترام وكل التقدير لكل من ساهم في نجاح 30 يونيو. تحية باسم حضراتكم وباسمي شخصيا وباسم المنصة الكريمة لقائد 30 يونيو اللي تحمل المسؤولية وواجه الموقف بشجاعة، الرئيس عبد الفتاح السيسي. آن الأوان إن احنا كمان نتكلم من القلب في إنه من بعد 30 يونيو اعترض هذا الشعب معوقات كثيرة، منها الإصلاح الاقتصادي اللي ما زلنا بنحاول فيه، وده الحقيقة مؤلم جدا بالنسبة للناس. عايز أقول لحضراتكم نحن نشعر جميعا بهذه الآلام، ونحترم جميعا أن هذا الشعب قد تحمل ما لا يتحمله شعب آخر. والحقيقة إنه بيضرب المثل لكل شعوب الأرض إن إحنا شعب واعي جدا يتحمل كل هذه الضغوطات من غلاء الأسعار وغيرها وارتفاع قيمة الخدمات اللي بتقدم وكذا. كل ده الحقيقة ضغوط على الشعب، لأن احنا بنمر بمرحلة إصلاح اقتصادي ضرورة للبلد لازم تصلح،
مسارها الاقتصادي، ولكن أعبائها شديدة القسوة على الناس. نعلم جيدا أنها شديدة القسوة، كما نعلم جيدا أن الشعب المصري قد تحمل بوعي شديد، لأنه يثق في الله، يثق في المستقبل، يثق في القيادات التي تحاول جاهدة أن تصنع هذا الإصلاح. عشان نبقى موضوعيين ونكمل الكلام اللي احنا بنقوله من القلب، لابد أن نقول إنه علينا احنا كمان كشعب إن احنا ننظر للمسألة نظرة واعية أكتر شوية في اتجاهات مختلفة. زي إيه؟ زي مثلا احنا لأول مرة في مصر العام الماضي نسبة الخصوبة في مصر انخفضت. لأول مرة العام الماضي نسبة الخصوبة انخفضت، بمعنى انه زيادة المواليد في مصر انخفضت عن الأعوام الماضية بنسبة النص. ده معناه انه بقى فيه ما يشبه عزوف عن الزواج، وبقت في ظاهرة بنحذر منها جيدا وهي ظاهرة العنوسة، وده خطر على المجتمع. علينا أن نتصرف بوعي رغم قسوة الظروف الاقتصادية، لكن لازم نتصرف بوعي أكتر، ولازم نسهل أمور الزواج للشباب. لازم نتعاون أكتر من كده مع كل من لديه رغبة في الزواج. لازم المجتمع ينظر نظرة مختلفة عشان ما تتفاقمش المشكلة وتصبح لدينا مشكلة عنوسة حقيقية في المجتمع. دي واحدة من المشكلات اللي تحتاج لتضافر جهود المجتمع كله وليس الدولة بس. الدولة عليها واجب ولا بد أن يحدث، ولكن أيضا إحنا كمجتمع علينا واجب أن ننظر إلى هذه المسائل الاجتماعية بنظرة مختلفة، ونحاول تجاوز هذه العقبات التي تعتري طريق الوطن. الحقيقة في كمان مشكلة موجودة بشدة. عندنا زيادة في نسبة البطالة. زيادة نسبة البطالة دي بتنعكس أيضا على المجتمع، لأن بتخلي نسبة الشباب اللي مقبل على الزواج بتقل، وده برضه في خطورة على المجتمع. لابد أن يراعي رجال الأعمال وأصحاب الشركات، ولابد أن يراعي قادة هذا المجتمع اقتصاديا، لابد أن يراعوا هذا الجانب جيدا. وإحنا كمهتمين بالعمل العام لابد أن نرفع هذه الأوجاع لتكون أمام صانعي القرار حتى نخفف وطأة هذا الإصلاح الاقتصادي على المجتمع كله. أنا مش عايز أتكلم في مشاكل كتير، لكن سعيد بوجودي أمام حضراتكم. سعيد أكتر باهتمامكم بأنكم تهتموا وتحتفلوا ب 30 يونيو وتقفوا بجوار الوطن وتشعروا بآلامه رغم قسوة كل الإجراءات اللي بتتاخد عشان نعمل الإصلاح الاقتصادي. شكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا سيادة المستشار محمد بدير.